أو عن مهازل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعدما ظهرت القوائم النهائية للمرشحين للكرة الذهبية الإفريقية فيما يرتبط باللاعبين والأندية. في اللاعبين تم استبعاد الدولي الجزائري رياض محرز، رغم أنه قبل فترة كنا نتحدث على أن محرز هنالك مؤامرة ضده لإبعاده ومنح الكرة الذهبية للحارس المغربي بونو، ولكن بونو يترشح لجائزة الكرة الذهبية في حراس المرمى، في حين أن محرز تم استبعاده تماما. فقط عبد الحق بن شيخة ظهر، وللمفارقة بن شيخة يظهر في قائمة أحسن المدربين، والنادي الذي فاز معه بلقبين إفريقيين تم استبعاده أيضا من الأندية المرشحة للفوز بالكرة الذهبية. فهذه الفقرة عن مهازل الكاف تحت عنوان اللي يفهم يفهمنا. فمعنا زميلنا الصحفي الرياضي زين عامر. مرحبا زين، مساء الخير. أهلا بك. شكرا على الاستضافة. يعني مهما كنا نتوقع أن يحدث من الكاف، الأشياء التي نشرت اليوم والقوائم النهائية تبدو غريبة جدا حتى على الذين كانوا يدافعون عن الكاف. نبدأ أولا بأحسن اللاعبين قبل ما نتوجه إلى النادي وبن شيخة. رياض محرز بكل ألقابه يستبعد، ما رأيك؟ والقائمة تضم عندنا 3 لاعبين تاع المترشحين. أنا نظن مهزلة يعني هذه ستكون مدوية في يعني دواليب الكاف، لأن اليوم نقدر نقول لك ما حتى يعني الشيء اللي يقدر يعني كي بو جوستيفي هذا ما فعلته الكاف، لان اليوم اللاعبين الذين اختارتهم الكاف نقدر نتكلم لك على 3 اللي اختارتهم، يعني واسمه محمد صلاح ولا حكيمي ولا يعني اللاعب النيجيري اوسيمان اللي يلعب في نابولي، يعني ما فازوش بالقاب مثل ما فاز رياض محرز مع مانشستر سيتي. اليوم لما تاخذ مثلا المعايير يعني المعمول بها خاصه لاختيار اليوم، لو يعني كان رياض محرز ولم يفوز بالجائزه كنا نقدر نقولوا ان يعني التصويت هو اللي رجح الكفه للاعب على اخر، ولكن اليوم انا نظن ان لما تشوف انت تتكلم عن اللاعبين، ولكن لما تشوف يعني أيوة. في رؤيه شامله الصور تاع اللاعبين المرشحين، لان في رؤيه شامله ترى ان في كل الجوائز يعني تلقى لاعب او فريق او يعني شيء مغربي في كل القوائم اليوم. يعني قبل ما نتكلموا على يعني لأن الحقير في هذه الحكاية للأسف هو فوزي لقجع، نقولوها يعني قلناها. أشرف حكيمي في قائمة أحسن لاعبين، ولما بونو يعني في أحسن وزيد سامحني الأخ هذا لما يعني لو كان يعني الاختيار صائب لو خلوا بونو في قائمة أحسن لاعبين. لا هذيك لأن يوجهوا النقاش ربما زين عامر إلى نقطة، واظن ان الحوار اللي داره رياض محرز مع ليكيب الفرنسيه انه قال انه يستحق، انه مستحيل، وان عنده القاب وهو الاجدر بالكره الذهبيه، ربما يكون سبب ايضا في هذه القوائم في النتيجه هذه في استبعاد رياض محرز. ما هو السبب، لان لا اليوم يعني هما من وجهه نعم نظرهم، من وجهه نظرهم، ولكن الكاف يعني ما عندها اليوم حتى يعني دليل ان رياض محرز لا يستحق هذه الجائزه، خاصة أنه يستحق أن يكون في يعني هذا اللاعبين يعني الثلاثي الأخير. أيوة. لكي يعني يتنافس على جائزة أحسن لاعب. أنا ما نقول لك رياض محرز يفوز، ولكن رياض محرز لما ما يكونش على الأقل يترشح من الثلاثة، يكون يعني مع المترشحين لما ما يكون يعني. نعم في التوب 3. اليوم تقول لي يعني الكاف تلقى أسباب ولا لا؟ أنا ما نظنش، لأن اليوم الكاف أيضا نقدر نقول لك حتى الكاف عندها يعني قسط من المسؤولية، لأنها اليوم استبعدت كل ما هو جزائري ما عدا عبد الحق بن شيخة سنتكلم عليه. هذاك ماناش عارفين لماذا تم استثناء، لأننا نعرفوا أن يعني عبد الحق بن شيخة كان عنده مسيرة ثرية وين درب كثير في المغرب وعنده علاقات يعني جيدة، وهما يعني هذا الشيء أيضا نقدر نقول يعني فعلوا فعلتهم. لأن يعني لو أن بن شيخة مثلا كان عنده علاقة، يعني لم يدرب في المغرب ولم تكن له علاقات جيدة، فكان سيستبعد باعتباره جزائري فقط. كان سيستبعد لأن اليوم، وهذه يعني حيلة أيضا من طرفهم يخلوا لك عبد الحق بن شيخة يعني باش بورون في هذيك ليتيكيت تاع استبعدنا كل ما هو جزائري. يعني خلوه، هذه نقدر نقول لك نوع من الحيلة من طرف الكاف ومن المغرب، لأن المغرب هي اللي عملت كل شيء. لما تشوف أن يعني لا سيريموني يعني الحفل سيكون في مدينة مراكش في المغرب، وتعرف أن لأول مرة سيقام هناك. اليوم تعرف أن المغرب هي من يعني، وما أقول لكش ولكن أقول لك فوزي لقجع هو من كان وراء الستار، هو من وضع القوائم وهو من سيختار الفائزين.